كل ما بتيجي تعملي الكفتة بتطلع معاكي ناشفة. النهاردة بقى هقولك على كل اسرار كفتة الحاتي اللي بتطلع معاكي طرية كده وجوسي ولذيذة وطعمها تحفة بجد. ولادك مش هيصدقوا ان انتي اللي عاملاها في البيت، وهتطلع احلى من اللي بنجيبها من بره. زي ما انتوا شايفين طالعة جميلة جدا وطرية وطعمها بجد تحفة، وهتشرفك كمان في العزومات وفي الاعياد. يلا نشوف الطريقة مع بعض واتفرجوا لاخر الفيديو علشان تشوفوا ايه سر طراوة الكفتة بالشكل ده وانها تطلع جميلة كده. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات. اول حاجه عندي هنا نص كيلو من اللحمه وعليهم 100 جرام من الدهن الضاني، وهحط عندي هنا بصلايه بس ما تكونش العصير بتاعها عليها، يعني معصوره من باخد بس التفل بتاعها ما باخدش العصير. بحط كمان بيضه، بحط معلقتين من الدقيق وملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر ونص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، مش اكتر من كده. بلاش نكتر في البهارات اكتر من كده عشان ما تغيرش طعم الكفتة. لو حابين تحطوا جوز الطيب، بس انا بحب الحقيقة الكفتة تكون ملح وفلفل فقط لا غير، يعني بتبقى طعمها ألذ. عندي بقى الكبة بتاعتي هحط كل المكونات، هحط كمان عليها البقدونس هضربها حلو قوي. اول حاجة بقى في سر طراوة الكفتة انها لازم تتضرب كويس قوي بالكبة. لو عندك كبة ممكن او مفرمة تفرميها مرتين. انا عندي الكبة دي جميلة جدا، الناس سألتني عليها برضو، جميلة جدا، عملت بيها قبل كده الطعمية كانت خطيرة. زي ما انتوا شايفين اول حاجة لازم من عندي تكون توصل اللحمة انها تكون مفتلة كده، تحسي انها فيها تفتيلة. بعد ما ضربت الكفتة هسيبها في الفريزر شوية على بال ما اجهز بقى. تاني سر من طراوة الكفتة ان انا هعمل صينية هنشوفها دلوقتي، وهي الكوسة. زمانكم بتقولوا ايه الكوسة اللي حشرها في الكفتة يعني، بس هنشوف بقى الطريقة مع بعض. قلت بدل ما انا احط الكفتة كده بس او تحتيها صينية مية، احنا هنعمل النهاردة صينية خضار برضو تكون حلوة ولذيذة، وهي الكوسة. طبعا الكوسة فوائدها كتيرة جدا وكلنا عارفينها، حلوة جدا للمفاصل وفي اللذيذة ومشبعة، وفي الدايت جميلة جدا. جبت كيلو من الكوسة وقطعتهم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. حطيت بقى من ترانشات من البصل، حطيت كمان ترانشات من الطماطم. جهزت كمان عندي الصلصة اللي احنا عملناها قبل كده وفرزناها. حطيت معلقة من السمنة، 3 معالق من الصلصة، وحطيت كوبايتين من المية. حطيت ملح وفلفل بابريكا توم باودر بصل باودر، وبغليهم غلوة كده على النار. وبعد كده بحط بقى عندي في الصينية برضو ترانشات من الطماطم، الثوم. الحاجات دي كلها بقى بتدي ريحة حلوة لما تيجي تحطي الكفتة من فوق. اولا بخار المية اللي طالع من الصينية بيطري الكفتة، بدل ما تحطي صينية وتحطي فيها مية. احنا عملنا هنا صينية الخضار دي اولا بتدي ريحة حلوة وهي طالعة على الكفتة بتطريها. بجيب بقى شبكة، اي شبكة عندي بتاعة المشويات او الشبكة بتاعة الفرن لو تعرفي هي بتبقى بتتباع يعني اكيد موجودة. ببل بقى عندي هنا ايديا بمية البصل او عصير البصل، وابتدي اصبع عندي كده الكفتة على عصايات اللي هي شبه الشيش طاووق كده، بس بتبقى تخينة ومخصوصة للكفتة. الدهان بقى اللي بحطه هنا بتبلها بقى بتتبيلة معلقة من الكاتشب، معلقة من الباربيكيو، وكمان معلقة كبيرة من السمنة. لو عندك سمنة بلدي بقى كمان تبقى جميلة. وبدهنها بحطها في الفرن ربع ساعة. عندي احمرت هنا من الوش بس لسه ما من الناحية التانية ما احمرتش، فببتدي اقلبها، بطلع الصينية اقلب عندي الكفتة الناحية التانية وبدهنها تاني وبدخلها ربع ساعة كمان.
وبعدين بقى طلعتها طلعة تحفة بجد. شايفين بقى طرية جميلة جدا، يعني هي كلها ما اخدتش نص ساعة، ما زودش عليها قوي عشان ما تنشفش. ربع ساعة وبعدين اطلعها ادهنها تاني وادخلها الفرن تاني ربع ساعة. طالعة حلوة جدا وطرية. عايزة اقول لكم انها خطيرة. طبعا الكوسة بقى لسه ما كانتش استوت قوي، انا بقى دخلت الكوسة تستوي تاني، يعني طلعت الكفتة مش هنسيبها لغاية لما الكوسة تستوي لانها كده هتنشف. دخلت بقى عندي هنا، شلت الكفتة وبعد كده بدخل بقى الصينية الكوسة تستوي تاني عشان بقى اديها ريحة بتاع الحاتي بقى، كفتة الحاتي. عملت بقى اللي هي الجمرة بتاع الفحم، بولع عليها نار على البوتاجاز وبعد كده لغاية ما تحمر كده، وبعدين بجيب معلقة من السمنة وبحطها عليها وبغطيها بسرعة واقفلها من الجوانب علشان تاخد الريحة بتاعة المشويات الجاهزة. عايزة اقول لكم انها الاكلة دي بجد تحفة تحفة بجد خطيرة، وهتنفع بقى معاكم في الاعياد وتشرفك في العزومات، والولاد هيحبوها جدا ومش هتعمليها برا تاني. لو عجبكم بقى الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير.